وده بقى كان اخر يوم لينا في اليونان، وحقيقي تجربه اليونان هتوحشني جدا. هتوحشني شواطئ اتينا وشجر الزيتون اللي في كل مكان في الشارع، الاجواء الليليه للمونستراكي، حتى المونستر بتاعه اليونان هتوحشني جدا. بس في حاجه ما ينفعش نفوتها قبل ما نمشي. ما ينفعش بقى تيجي اليونان من غير ما تاكل اكله سمك. وهو كذلك قعدنا مستنيين التراموي نص ساعه لحد ما الحمد لله وصل بالسلام. خدنا التراموي محطتين انا والشباب لحد ما وصلنا عند اجمد مطعم سمك في اليونان كلها. ما تسالنيش اسمه ايه عشان انا مش فاكر حاجه. اجواء الاول دور كانت عالميه، فقررنا ان احنا نطلع فوق. طبعا لازم تبدا بالجريك سالاد والتزاكي، ده اساسي في اي اكل في اليونان. بعد كده هنخش على المقبلات عشان نبتدي نفتح نفسنا. وكالعاده الجو غدر بينا في اوروبا، فهننزل نكمل الاكل ده. الشيف ادم اتوصى بينا قوي في المشوي واحنا كان علينا. وحقيقي كانت تجربه ممتعه جدا في اليونان، ما ينفعش ان انت تفوت. الاكل كان ممتع جدا ولذيذ، واديله 9.5 من 10. طب ليه مش 10 من 10؟ عشان الكمال لله وحده يا ابن عمي، احنا مش هنكفر. هنغير الاجواء اليونانيه لاجواء ايطاليه عشان المحطه الجايه نابولي. وهنا كان قدامي اختيارين، اما اروحها بالطياره ساعه زمن من مطار اتينا لمطار نابولي، او اخد كروز من اليونان لحد ايطاليا بما ان بينهم بحر، فقلت اخدها عايم بدل ما اخدها نايم. خدنا القطر من مدينه اتينا لحد مدينه باترا، ودي المدينه اللي هنركب منها السفينه لايطاليا. تيكت القطر كان سعرها 17 يورو، والرحله خدت ساعتين. في الطريق بقى هتشوف اجمل منظر للبحر ممكن تشوفه في حياتك. شكل البيوت اللي على البحر والميكس اللي معمول ده كان شكله جامد. واخيرا بعد ساعتين زمن وصلنا محطه القطر الموجوده في باترا. نزلنا جنب محطة القطر، خدنا الاتوبيس اللي هيودينا لحد المينا بقى نفسها. التيكت بتاع الاتوبيس كانت نفس التيكت بتاعة القطر، فما دفعناش. جميل في الموضوع ان الكرسي اللي جنبي كان فاضي، فعرفت احط رجل على رجل. وانت برضه في الطريق هتشوف مناظر طبيعية تخليك تتجنن. سماعتك بقى في ودنك واستمتع يا ابن عم. وبعد 40 دقيقة في الاتوبيس وصلنا اخيرا ميناء باترا البحري. الحاجه الواحده اللي معطلاني اصلا في الرحله دي هي اللي ورا ده. مدينة باترس تعتبر من أجمل مدن اليونان، ده لأن هي واخدة طابع دهب قوي كده، الجبل في ظهرها والبحر قدام. دخلنا المينا وبندور على الكاونتر اللي فيه الشركة اللي احنا حاجزين عليه. جبنا عصاير وفاكهة تحسبا إن الأكل ممكن ما يبقاش حلال على السفينة. وأخيرا شفنا الفيري اللي هنركبها لإيطاليا. دخلنا السفينة وكانت من جوه تحفة، تحس إن أنت في ريسبشن أوتيل مش في سفينة. وأجواء البحر الأدرياتيك الصبح بتبقى جامدة جدا. كالعادة طبعا مش لاقيين حد يصورنا، فخدنا صورة سيلفي كده للذكرى وخلاص. جه علينا الليل والأجواء فوق سطح السفينة بتبقى كأنك في فيلم رعب. مدة الرحلة 26 ساعة، منهم ساعة وقفنا في جزيرة كورفو وناس تاني. قعدنا نلف شوية في المركب مش لاقيين حاجة نعملها، ده لأن كل الناس نايمة. تخيل الكلب ده رايح من اليونان لإيطاليا وأنت قاعد كده. كانت أول تجربة ليا إن أركب سفينة في حياتي، واللي ما ندمتش عليها إطلاقا. وبعد 26 ساعة في البحر بدأنا نشوف المنارة بتاعت مدينة باري الإيطالية. وهنا بقى نقدر نقول صباح الفل يا إيطاليا. لمينا الشنط وبدأنا ننزل من السفينة، وكنت بحاول أتصور في المراية بتاعت الممر. استنينا شوية على رصيف المينا لحد ما خدنا الباص بيورو ونص عشان نوصل لسنتر المدينة. مدينة باري من أجمل مدن جنوب إيطاليا، ده لأنها عاملة ميكس بين القلاع الإسلامية لأنها كانت تحت الحكم العثماني حوالي 150 سنة، وبرضه هتلاقي فيها البيوت الإيطالية القديمة اللي عندنا زيها في وسط البلد. فهي مدينة حلوة. كنا حاجزين فليكس باص من سنتر المدينة عشان نوصل لمدينة نابولي. رحلة من باري لنابولي حوالي 4 ساعات بالأوتوبيس. طول ما أنت ماشي في الطريق هتستمتع بالمناظر الطبيعية بتاعت الريف الإيطالي. سماعاتك برضه واستمتع يا ابني. أنا معاك إنها رحلة طويلة ومرهقة، بس أحلى حاجة في أوروبا إن أنت تلفها بري، هتستمتع. فالكنز هنا كان في الرحلة مش في حلاوة الوصول. ما دام شفت علم دييجو مارادونا يبقى أنت كده وصلت. وصباح الفل، أنا يوسف.